كل ما انت مش بيبان عليك. يا كوتش باكل الاخضر باليابس وبرده مش بتخن. فاضل اكلك انت شخصيا وبرده مش بتخن. يا كوتش ماسكني تنمر، يا سلايه ويا قصبه ويا سلكه وحاجات كده غريبه، وانا نفسي مسدوده ومش عارف اكل. سمعت بقى عن خرز البقر؟ تعال اما اقول لك ايه هو خرز البقر. الهارد جينر او الناس اللي عندها صعوبه في زياده الوزن. في الفيديو ده انا هقول لكم على نوعين من الناس، الاتنين رفيعين والاتنين محتاجين يزودوا وزن ويزودوا عضلات. مش عاوزه كسل ومش عاوزه عدم استمراريه، عايزاكم تتفرجوا على الفيديو وتعملوا كل اللي هقول لكم عليه. وكده كده انا هشرح لكم بالتفصيل النوعين. هنفترض ان احنا عندنا شخصين، عندنا حسن وحسنين، والشخصين دول عكس بعض تماما. حسن نازل ياكل طالع ياكل ومش بيبان عليه، اما حسنين للاسف نفسيته مسدوده وبيزغطوه زي البطه عشان ياكل وبرضه مش بيبان عليه. بالنسبه لحسن وهو عنده مشكله واحنا مش هنتكلم عنه كتير، وحله هيبقى عند الدكتور، لانه يا اما عنده مشكله في الغده الدرقيه لان هي مسؤوله عن الايض، الهرمونز اللي بتتفرز للايض، او عنده مشكله في انه اللي داخل لجسمه اقل بكتير من اللي طالع او الطاقه اللي بيعملها، وممكن يكون شخص فراك بزياده مثلا او شغله صعب جدا، فاللي خارج منه او طاقته اكتر بكتير من اللي بيدخله جسمه مع انه بياكل كتير برضه، او عنده خلل المناعه، ولذلك هو حله عند دكتور. وكده مشكله حسن خلاص خلصت، يبقى حلها عند الدكتور. بالنسبه لحسنين وده يا عيني حله عندي في الفيديو، تعب من خدين ادويه ليها علاقه بفتح الشهيه وان هو يوسع شهيته ويعرف ياكل، وللاسف كل الكلام ده ما جابش معاه نتيجه، واللي جاب معاه نتيجه بياخده شويه ويوقف وياخده شويه ويوقف، كل الكلام ده. طيب علشان نزيد في الوزن بطريقه صحيه يبقى جسمك او الشيب بتاعك حلو جدا، سواء كان الولاد هيبقى الجسم بتاعهم رياضي وفيه عضلات وشكله متناسق، وبالنسبه للبنات تبقى كيرفي وشكلها حلو جدا، كل الكلام ده مترتب على حاجتين. لا حاجتين، اول واحده وهي التغذيه، تاني واحده وهي التمرين. التمرين هيفتح لك الانسجه ويقطع الخلايا والانسجه بتاعه العضله علشان التغذيه تدخل فتبني اكبر وتبقى العضله كده بومب كده وجميله. نيجي للتغذيه. التغذيه هتيجي في الاول هيقابلك حاجه كده اسمها سيت بوينت. البوينت دي الفكره بتاعتها ان جسمك بيحاربك وبيقاومك علشان ما يعملش مجهود او ما يتحركش من مكانه او يتكيف على حاجه تانية، فانت لازم او غصب عنك تحاول على قد ما تقدر تعدي البوينت دي. ازاي؟ ان انت تستمر وتلتزم. في مقوله كده بتقول ان الفورمه تتعمل في المطبخ، وانا بقولك الفورمه هتتعمل في المطبخ وفي الخلاط. بص بقى، انت كل حاجه هتعملها عصير، يعني مثلا هتصحى الصبح تعمل سموزي. تعمل سموزي ايه؟ شوفان، تمر، عسل، لبن، مكسرات، موز، كل ده هتحطه على بعض وتشربه. خلاص، تيجي تفطر بعدها مثلا بساعه ولا حاجه، عايز على طول براحتك، هتيجي بعدها تعمل سموزي ايا كان انت عايز ايه، شوكليت مع لبن اي حاجه. هتيجي بعدها تتغدى تعمل سموزي، فراوله بقى على لبن على اي حاجه. تيجي بعدها هتتعشى تعمل برضو سموزي، افوكادو مثلا على زبادي على عسل على موز. المهم تعيش حياتك على سموزي. السموزي فيه سعرات حراريه عاليه وكمان مش بيتهضم كتير، انت اخدت سعرات حراريه عاليه جدا من غير ما تتعب، من غير ما تندخ كتير. حاجه كمان الدهون، عايزه اقولك ان الدهون الجرام منها بيساوي 9 كالوريز، غير البروتين والكربوهيدرات فكل جرام منهم بيساوي 4 كالوريز. فانت ركز على الدهون وخليك ذكي. مثلا حط في شنطتك او في شنطتك كيس مكسرات، ما تطلعيهوش من الشنطه ده يوميا كده، طول ما انت فاضيه او مثلا رايحه او جايه او بتعملي اي حاجه طلعي كيس المكسرات. انت كده زودتي كالوريز كتيره جدا من غير ما تاخدي بالك. يبقى انا كده سهلتها لك، لا اتكلمت في وجبات ولا في اي حاجه، حاجات بسيطه كده هنستغلها خلال اليوم هتعلي السعرات بتاعتنا من غير ما ناخد بالنا، بالتالي اللي داخل لجسمك هيبقى اكتر بكتير من اللي انت هتطلعه. وبكده هنركز على السموزي وهنركز على الدهون. ونيجي بقى لتالت حاجه وهي خرز البقر. اسمها غريب شويه بس هي بتزود وزن
عالي جدا، وعلى فكره مكوناتها صحيه جدا، وكمان انت ممكن تعملها بكذا طريقه. يعني ممكن تاخدها كده زي ما هي الصبح وبالليل، وممكن تحطها مثلا في توست او في عيش وتاكلها كسناك اثناء اليوم بتاعك. كمان انا عايزه اقول لكم لو انتوا هتتمرنوا، وده اكيد لازم نتمرن زي ما اتفقت معاكم في اول الفيديو، لو انتوا هتتمرنوا لازم تدخلوا نسبه بروتين محترمه لجسمك. وقبل كده قلت لكم ان كل كيلو جرام، حسبتها لكم، كل كيلو جرام من جسمك هتضربه في 1.6 لو انت بتتمرن عشان تطلع نسبه البروتين المفروض تدخل جسمك. فهنركز على نسبه البروتين بحيث ان احنا نبلق كده ويبقى عندنا عضلات محترمه، زائد كربوهيدرات قبل التمرين وبرضه ندخله بعد التمرين، زائد ان احنا ننام ما نفكرش يعني. طب في حاله اذا كنت انا مش باخد الوجبات الكافيه ولا البروتين الكافي لجسمي بعد التمرين او ايا كان في يومي، في الحاله دي انا لازم استخدم مكمل غذائي اسمه مكمل غذائي. يعني لو انا مش بكمل وجبتي ساعتها اخد المكمل الغذائي، مش هعملها على بطال. نيجي بقى للتمرين، وانا هوصل في التمرين لحاجه كده اسمها بروجريسيف اوفرلود، وان انا احط على العضله تحمل زياده بحيث ان هي تتفجر وتتقطع علشان لما اجي اتغذى تتبني. يعني مثلا انا مثلا هشيل وزن 10 كيلو، هعمل بايسبس، وصلت في ال10 كيلو لحد ال10 عدات وعادي جدا، اكمل 12 عده وعادي جدا، 15 عده، لا يبقى يا باشا ده مش وزنك، حط وزن اعلى. المهم ان انا في الست بتاعتي اوصل في الست للفاير، ان انا اوصل لخلاص مش قادر في اخر عدتين ان انا ارفع الوزن، يبقى ده هو ده وزنك، وهو ده اللي انت محتاجه في عمليه البناء. حاجه تانية انت محتاجها في التمرين وهو ان انت تشتغل على اعصابك. ازاي اشتغل على اعصابي؟ وهو ان انا اعمل حاجات فيها ثباتات كتير. مثلا انا هطلع لاترال ريزس، فانا احاول على قد ما اقدر اثبت اخر كل ست مثلا 10 ثواني 15 ثانيه، على قد ما انا خلاص مش قادر عايز انزل ايدي. في الحاله دي انت هتقوي اعصابك. وكمان لازم تشتغل بالراحه مش بسرعه. يعني بلاش الناس اللي عاوزه تزود وزن تشتغل يلا 1 2 3، لا خالص. انا لازم اطلع بالراحه وانزل بالراحه، او هطلع في عدتين وانزل في 3 عدات او 4 عدات. كل ما اشتغلت بالراحه البناء العضلي هيحصل احسن، كمان اعصابك هتشد وتبقى اقوى. خلاص كده عرفنا ازاي هنظبط الدنيا ويبقى جسمنا حلو لحد يتنمر علينا ولا غيره. لو عجبك الفيديو اعمل لي اشتراك واعمل لي لايك عشان اكتر حد يشوفه ويستفاد وكل الرفيعين يملوا. وبس كده، باي باي.